فتاة شابة رفعت قضية خلع على جوزها بعد شهرين جواز. الحكاية وما فيها يا سادة، فتاة اتجوزت شاب كانت بتحبه جدا وبيحبها، وخدوا بعض على قصة حب كبيرة وغرام، وبعد شهرين جواز طلعت تجري على محكمة الأسرة بإحدى المحافظات ورفعت قضية خلع على جوزها. طبعا القاضي بيسألها ليه كده، وهترفع قضية خلع على جوزك ليه بعد شهرين جواز يا مدوب؟ قالت له يا سيادة القاضي ده خدني من بيت أهلي على قاعة الأفراح وهيصنا وفرحنا ولبسني الشبكة وال24 قيراط وهوب على غرفة الزوجية. طبعا كله مش مفيش إلا العريس والعروسة، ده المتداول المتعارف. قمنا صلينا ركعتين لله، البنت دي من أسرة محافظة، واتعشينا واتفاجئت بيقول لي شغل شاشة العرض. كنت أنا دخلت الحمام وطلعت وبقول لي تعالى اقعد هنا اتفرج كده. أنا قلت اتفرج على إيه؟ على شوية قرآن، حاجة حديث، فيلم كويس، تمثيلية كويسة مثلا ليلة الدخلة يعني وكده. اتفاجئت إنه جاي مشغل فيلم ثقافي، فيلم ثقافي. جيت داير وشي بعيد لأن أنا يا سيادة القاضي من أسرة محافظة. قال لها وبعدين ده القاضي؟ قالت له قال لا ده احنا في العصر الحديث وعصر الانترنت وعصر السوشيال ميديا، ازاي تقولي كده؟ وبعدين احنا لما نشغل فيلم ثقافي نسخن بعض ببعض. يا اخي الله يسخنوك على بلاطة جهنم، الله يا اخي يسخنوك على بلاطة ار جهنم اللي بيقولوا عليها. الكلام الفاضي ده. قالت له يا اخي عيب عليك شنبك، عيب عليك رجولتك، ده ست والله العظيم انها البنت دي انها تساوي مليون سيدة في نظر يعني، وتساوي كتير كمان، انها غارت على كرامتها وعلى دينها. قالت له ازاي انك انت ترضى على كرامتك وترضى على رجولتك وشهامتك وشنبك دي يروح فين لما تخليني انا زوجتك وفي اول ليله من العرس اتفرج على واحد غيرك، اشوف عورة واحد غير عورتك؟ ما ينفعش الكلام ده. انا ده الاجانب ما هم هايصين وكله اسمع اجانب، احنا مالنا والاجانب؟ احنا مالنا والاجانب؟ احنا ناس مسلمين واسر مسلمه. يبقى قضى اول يوم وثاني يوم وقضى شهرين مع بعض. هي كانت بترفض الموضوع ده تماما وما بتستمعش ولا استمعتش ولا فيلم من الكلام ده كله، لكن هو كان بيستمع وعملته ما يرضي الله. لكن هو كان بيضغط عليها ويحايل عليها ويغريها بالمال، لا قادرة تقول لامها ولا ابوها ولا تفضح نفسها. اخر بقى المواخير واخر المطاف، دي قصه حقيقيه والله، يعني افكر ان انا بكذب ولا مالفها من ذات عقل، لا ده قصه انا قراتها ونازله في كل مكان. قصه سيده يعني غارت على كرامتها وعلى شرفها وعلى دينها انها ما تشوفش حد غير جوزها. ما ينفعش الكلام ده. ضاق بقى بها الوقت لما قعد مع كتر الضغوط لازم تستمع الافلام دي ويغريها بالمال والفاكهه والسياحه، وكل يوم ما فيش ترفض، ثاني يوم برضه يكرر لها الموضوع، عامل زي ما اكون قلقان. انت الكلام الفاضي بتاعك ده. يبقى راحت ايه؟ قالت لامها، والام قالت لابوها، يبقى قرروا الام والاب والبنت والاخوه شوها انها ترفع قضيه خلع على جوزها. كانت النهايه ان القاضي فعلا اتعاطف معاها وخلعها من هذا الزنديق الامعه، من هذا الديوث. والله يا اخي انك لديوث، لانك انت ترضى على كرامتك ان زوجتك تنساق ورا ميولك ورا احلامك ورا غرائزك الدنيئه. والله غريزتك دي دنيئه وتشوف حد غيرك. طب ما هو انت لما تشوف حد غيرك يبقى انت البس بقى، قول قاعدين يا سلام، يبقى انت البس بقى طرحه على وشك كده. والله ده نساء احسن منك يا اخي. ده قبل صدر الاسلام في العصر الجاهلي راجل كان فتح دكان وعيب وقال لزوجته روحي تحسس الامر وشوف الدكان اخبار السوق ايه. فرحت السوق عطلت في حجر وقعت، انكشفت ساقيها او رجلها يعني لحد فوق الركبه. فواحد راجل يعني الله يسهل له بقى فتان سمع الوليه قال له جوزها مع المشي يا عم، دي مرتك كانت ماشيه في السوق وقعت رجلها بانت لحد فوق الركبه. طب هي من غير محض ارادتها رجلها بانت، هتعمل ايه يعني؟ الست راحت البيت، عمت مساء؟ قال لا عمت مساء ولا عمت صباحا، انت عليها كظهر امك. الكلام ده كله قبل الاسلام. طب انا عملت ايه؟ الناس اتلمت، الوليه اتلهت. قال لا انا لا اكل لبن الذي سقط فيه الذباب، او انا لا اكل لبن الذي وقع فيه الذباب. عشان حد من غير ارادتها شاف رجلها لحد ركبها. امنت تقول لمرتك اتفرج واتفرج واتفرج، وما راحت فين المبادئ؟ وعلى نقيض من ذلك برضه في ستات تقول لرجالتها اتفرجوا
والرجاله بترفض، يعني حاجه والله العظيم يندى لها الجبين. ربنا يستر علينا من الايام دي. لكن هو الشرع والحق ان الزوجه حتى ما تبصش للحاجات دي خالص، ولا الزوج. حرام لا الزوج يتفرج ولا الزوجه تتفرج، عشان ما نظلمش حد لحساب حد. خلاف ذلك كله باطل، خلاف ذلك كله باطل. فحبيت انوه على القصه دي واحض يعني وادعي الازواج لعدم فعل هذا الشيء المنكر مره اخرى، حسبة لله يا اخي. الى اللقاء.